يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه لو نشاء جعلنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلة جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعذب شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سند وجوهنا عن سجود لا لك فسنا للحاجة لا إليك بجودك وكرم فضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من حبيب على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمرنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي
ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أوصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء
المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا فترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان عند
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله وما عليه. أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم
بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله فانفلقت بيضة عليه. التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله إلا عليه. فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمحني الأيام أن أنظر الحجرة مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم
تسمح لي الأيام أن أنظر الحجارة. مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا حبيبي، ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلي وسلم دائما على حمدا. صلي وسلم دائما على حمدا، والآل والأصحاب من قد وحدا. والآل والأصحاب من قد وحدا. صلي وسلم دائما على حمدا. صلي وسلم دائما على حمدا، والآل والأصحاب
برسول الله والبدوي قمت بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب معترفا بالأعتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا بحال الفضل معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا نوص طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نوص طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقيع
بشرى لنا نلنا المنى زال العدا وكالهدى صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العدا وكالهدى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العدا وفالهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت نور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من
صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله وأنفذ عليه الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله فانفلق عليه صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم سجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
محمد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا عن الله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وكريم
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu bi baiti Sayyid Syekh bin Umar as-Sakkah ba'da al-insyad bi qasidatin lahu. Ahlu Misrin akhadhu 6 ashhur la ya'kulun wa la yashrabun istaghnu 'anit ta'am wasyarab bi ru'yati sayyidina Yusuf. Wa anta ya al-insan muslim idza 'alima Allah sidqak wa akhlasta fi mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam batarahu wa batughnika ru'yatahu 'anit ta'am wasyarab. Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tahrimna fid darain ru'yatahu. Allahumma kama akramtana bil iman akrimna bid dukhul fi syafaatihi. Allahumma akribna bi ru'yatihi fi hadhihi dar wa waradin anna. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan ketika di rumahnya Sayyid Syekh bin Umar As-Sakkaf setelah membaca qasidah dari beliau, orang-orang Mesir ini tidak makan, tidak minum setelah melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika delok wajah Nabi Yusuf, orang Mesir ini sampai gak kerasa luwe, gak ngerasa ngelak, saking gantengnya wajahnya Nabi Yusuf. Elak delok wong pacaran ya langsung luwe sampean nggih. Sedangkan engkau wahai manusia yang muslim, jika engkau mengetahui, jika Allah mengetahui kegigihan kamu, kemurnian kamu terhadap cinta kepada Rasulullah SAW, maka dipastikan kamu akan bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Kenapa sih kok kita ini susah mimpi Nabi? Karena matanya maksiat. Kenapa sih kok kita ini susah bisa melihat Rasulullah SAW? Karena mata kita ini maksiat. Antum panjenengan semua mengamalkan sholawat 1000 kali, mengamalkan sholawat 2000 kali, tapi kalau tidak ada mahabbah kepada Nabi, tidak mungkin mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu yang pertama betul-betul jujur mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mahabbah itu Pak, ngamalkan sunnah. Sekarang mau tanya, kalau Jumatan banyak pakai baju putih? Nggak ada. Kaos partai ya kayak. Banyak diantara kita yang bawa siwak, sobung. Siwaknya setan banyak, rokok banyak. Padahal salah satu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi adalah mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kamu muliakan ya Allah, sebagaimana kamu muliakan kami dengan iman, mudah-mudahan kami dimuliakan dengan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kami dimuliakan dengan mimpi wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kanjeng Nabi ridha kepada kami. Amin Allahumma amin. Datang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Asy-Syaikh Iwad, Asy-Syaikh Awad bafadhal. Wa qala lahu ya Habib ma'ana illa muhibbukum wala ma'ana a'mal salih wala niyah salihah wala ma'ana a'mal salihah wala niyah salihah. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Asy-Syaikh Awad bafadhal ini datang pada Habib Ali. Habib, saya ini mencintai kamu Habib, cuma saya tidak punya amal. Padahal amalnya Syekh Awad bafadhal ini tinggi Pak, besar Pak, ibadahnya kuat, cuma saya tidak punya amal. Saya mencintai kamu, saya tidak punya amal. Maka katanya Habib Ali Habsyi, dengarkan hadisnya Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta pada Rasulullah SAW. Cuma Al-Habib Syekh Awad ini mengatakan, cuma kegigihan saya ini kurang Beb.
semangat saya kurang Beb. Katanya Habib Ali, siru ilallah urjanan wa makasir, jalanlah kepada Allah walaupun terpincang-pincang, walaupun pecah, jalan Pak, norok lah. Engkau nih Habib cinta bi Kiai Hamid tak bisa niru 100%, norok seguni. Kiai Hamid Pak jam 2 jaga Pak, mohon panjenengan cinta bi Kiai Hamid, norok bi Kiai Hamid jam 2 jaga. Tak bisa Beb jam 2 Beb jaga, subuh tedung boleh Beb tak lako Beb, niru sedikit mikut tahajudnya, walaupun tangis setengah 4 tahajud 2 rakaat, setelah itu zikir sampai subuh, setelah subuh zikir boleh. Ini namanya mengikuti sedikit sama. Kalau kita susah untuk mengikuti Nabi, ikuti sedikit supaya kita mendapatkan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah kita ini dikumpulkan di sini, ini menandakan bahwa kita termasuk umat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kalau panjenengan lihat, kalau panjenengan lihat orang itu, lihatlah orang yang soleh yang di atas. Lihatlah orang yang kaya yang di bawah kamu. Lihat akeh sing melarat sih an. Kalau lihat dunia, lihatlah yang di bawah kamu. Kalau lihat akhirat, lihatlah yang di atas kah? Ojo alhamdulillah engkau norok kembis, engkau norok maulid, bodoh orang tidak norok jubuk neka. Kelero. Kalau akhirat, lihatlah orang yang di atas kamu. Kalau dunia, lihatlah orang yang di bawah kamu. Wa ana idza dzakartu sahabah radhiyallahu anhu wa ma a'tahumullah iyyah minasyarif al-manzilah ghabittuhum tarahamul maula fil magamil a'la. Kata Habib Habsyi, kalau aku ketika mengingat sahabat, aku merasa iri dengan sahabat. Sahabat itu mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena dekat dengan Nabi. Yusalluna ma'an Nabi, mereka sholat bersama Nabi. Wa syafu, mereka melihat Nabi. Wa huwa fi haikalil basyariyah, mereka sahabat itu melihat Nabi dalam keadaan basyariyah, melihat Nabi langsung. Wattasalu bihi, mereka punya hubungan yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau panjenengan Pak dulu pernah kumpul dengan kiai, dulu pernah kumpul dengan habaib, mungkin sampai tuwek panjenengan cerita nih, alhamdulillah kolebilan pernah salaman. Sampai umpama pernah salaman bi Habib Umar benengkok, mon kok tak pate wali santri Habib Umar bin Hafid, umpama pernah salaman bi Habib Umar bin Hafid, sampean bakal cerita, alhamdulillah saya dulu pernah salaman sama Habib Umar bin Hafid. Saya dulu alhamdulillah saya dulu pernah makan sama Ki Hasan Isdogiri. Bagaimana dengan sahabat yang dia sholat dengan Nabi, dia makan bersama Rasulullah, Nabi bertamu ke rumahnya sahabat, mempunyai hubungan yang dekat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid radhiyallahu anhu tanya, ya Imam, besar mana magommu dengan magomnya sahabat? Imam Junaid ini imam yang paling agung di zamannya. Besar mana magommu dengan magomnya sahabat? Kata Imam Junaid, seandainya ada 70 Junaid, lebih besar magomnya sahabat daripada 70 Junaid radhiyallahu anhu. Makanya mohon bedah orang ngilokno sahabat tak usah norok. Mon bedah orang nyaci sahabat tak usah norok. Paling rendahnya sahabat itu paling afdolnya sahabat. Paling rendahnya sahabat itu paling afdolnya tabiin. Sahabat yang paling raja, paling rendahnya termasuk wali besar Pak. Makanya mon bedah orang ngocak bi sahabat tak usah norok. Ahli sunnah neka cinta bi sahabat, cinta bi ahlul bait neka ahli sunnah. Mon bedah benci ahlul bait tak usah norok. Mohon bedah benci sahabat tak usah norok. Ahli sunnah neka cinta bi sahabat, cinta bi keluarga Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua kami yang dalam kubur, mudah-mudahan kuburnya jadi kuburan raudhah min riyadil jinan. Orang tua kami yang masih hidup, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin. Mudah-mudahan akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani. Hadza minni wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري العوصف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجه بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك
ولأحدك من الحافدين اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.